السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. مش عارفة الكوبليه ده لازق معايا كده مع بعضه. إيه، صباح الفل عليكم. اذا كنا بنشوف الفيديو الصبح ومسا كده العصر اذا كنتوا بتشوفوه في المسا. الجو نار الصراحة، يعني ربنا يلطف بعباده. رحت عند تيتا بقى، صورت المقطع ده وركبته كده على الفيديو. ما شاء الله على المنظر. احنا عاملين جنين على قدنا كده على السطح، ملوخية بقى وشجرة ليمون، ان شاء الله هتطرح ليمون، هي موعداني، ونعناع وحاجات. قبل ما نخش في الجنينة بتاعتنا وتفاصيلها، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ومتابعة اهم حاجة كده للقناة. يلا يا جماعة كده، اللي ما عملش لايك يعمل لايك، تشجيع منكم كده. امال عايزة اشوف كده لايكاتكم الجميلة على الفيديو، تشجيع منكم عشان القناة كده تترفع ونعمل عليها حاجات حلوة. مش هقعد اقولها كل فيديو بقى يا جماعة، في سنة احباط كده الصراحة عند الواحد. انا قعدت فترة كده من بعد العيد محبطة الصراحة، من قلة المشاهدات، من قلة المتابعات، الواحد بيحبط في. المهم انا كنت بوريكم كده الزرع بتاعنا، يعني نرجع تاني. ده صبار، هو نوع محمر كده. دي دي زرعة اللهم صل على النبي، بنسى اسمها الصراحة. اللي هو اليقطين ده اسمه ايه؟ القرع العسلي. ودي زرعة لوف. ما شاء الله بتطلع ماما الصراحة غاوية زراعة. ودي زرعة اناناس ان شاء الله، يا كوسة اناناس الله اعلم، هي اي بذرة كده بتقابلها تقوم حطاها، غاوية زراعة. وفي البتاع ده بقى فعلا كان عندنا ترمس، كنا زارعين ترمس وجرجير، فجل، طماطم، بامية، شبت وكزبرة، ريحان، نعناع، ليمون. نرجع بقى لموضوعنا. عامله لكم بقى شويه مسقعه لوز اللوز، يا جمال ويا جمال، وحركات وتكات وحركات وحركات، مسقعات ومسقعات. هنعمل بقى معاكم المسقعه. نبتدي بقى بسم الله. انا بصل وثوم وفلفل الوان والبطاطس اهي، وكنت جهزت كده البتنجان حطيته في ميه وملح والطماطم. انا الصينيه على النار، فيها زيت. انا هشوح الاول الفلفل والبصل والثوم عشان الزيت ياخد الريحه بتاعته كده وما يبقاش لونه دبلان. الطماطم مش لازم تتسلق، حط عليهم شويه ملح وفلفل، بيديلنا طعم وريحه كده وبيدبلهم معايا على طول. خلي التشويحه اهو، هنقلب بقى في الطبق. ومكان الفلفل هنزود شويه زيت كمان بس يا دوب، وهنحط تشويحه برضه على السريع. مظبوطه. طيب عشان ما يشربش منك زياده كتير، اول ما بتحطيه تقومي راجعه قلبها تاني، يبقى كده الوشين خدوا ايه؟ زيت.
مش مالكه بس عشان ماسكه في اللسان، حبيت اوريكم يعني. يتفرج على الفيديو يا جماعه كده ما ينساش من المتابعه للقناه، اشتراك ويفعل الجرس كده، كومنت جميل ولايك حلو عشان القناه تتفاعل كده وتكبر بيكم وتشجعوا. انا اول دفعه بتنجان اهو جنب الفلفل بتاعها كده يطعموا بعض وياخدوا على بعض على ما ايه يتحط في الصينيه. وبنفس الزيت حطيت الوش اللي برده الثانيه اهو وقلبته على طول. اول ما حطيت الزيت قلبته على طول حتى تلاقيه الاضاءه مش مليانها. لازم تخليهم زيت كتير، ما يشربش معاكي زيت كتير وتحمر على طول. طلعنا يا جماعه البتنجان، نحط بقى شويه البطاطس سريع. البطاطس ما بتحتاجش بقى تحمير وحاجات من دي، يا دوب بتدلها بس ايه بالزيت كده. الصينيه اتبهدلت مني والله. انا بقى بعملها كده احمرهم في الطاسه بتاع التحمير، بعد كده اقوم رصاهم في الصينيه بتاعتهم. بس انا قلت كده يعني فكره جديده كده اجربها اشوف هتمشي معايا ولا لا، اللي هو حمر كله بنوع الزيت كده ويبقى ايه واخدين مطعمين بعض. ننزل بقى بدول وبالراحه بقى ايه نقلب بس سيكه كده بسيطه عشان يطعموا بعض. بس ما تحركهمش بقى بعد كده. ايه رايكم؟ والله تتاكل كده بدون بهاراتك وملحك بقى تتهدي عليه. فلفل اسمر وتشكيله بهارات ورشه سكر عشان الحموضه وملح وفلفل. بقت 100 100 اهي. المسقعه بتاعتنا اهي. طبخت معاها شويه رز حبايه وحبايه